اهلا بيكم في الفيديو التاني من ماست، وهنتكلم عن استخدامات ماست بتفاصيل اكتر. احنا كنا قلنا ماست بتستخدم في حاجات كتير قوي. تعال نبدا نعرفهم واحده واحده. اول حاجه للتعبير عن الضروره، النسيسيتي، يعني بتستخدم لما يكون في حاجه مهمه او ضروره او الزاميه، حاجه مهمه جدا عايز حد يعملها او الزامي ان هو يعملها. زي مثلا هنا بيقولوا ايه؟ you must wear a helmet while riding a bike. هو لازم او انت لازم تلبس الخوذة وانت سايق دراجة. You must study hard. انت لازم تذاكر، عندك امتحان. فهنا لما عايز اقول لحد لازم يعمل حاجة او ضروري يعمل حاجة، بستخدم must علشان ادل على الالزام او الضرورة. حلو. او عندنا مثلا مثال تاني، students must submit their assignments by Friday. الطلاب لازم يسلموا الواجبات بتاعتهم قبل يوم الجمعة أو على يوم الجمعة. طيب، يبقى ده بالنسبة للإلزام أو الضرورة. عندنا استخدام تاني personal obligation. يعني إيه إلزام شخصي؟ يعني أنا مثلا عايز ألزم نفسي بحاجة أنا لازم أعملها، أو ألزم حد قريب مني. مثلا أقول إيه؟ I must sleep early. أنا هنا بقول لنفسي أنا لازم أنام بدري. أنا بلزم نفسي. أو أقول مثلا إيه؟ I must buy a car. أنا لازم أشتري عربية. فأنا حاسس بأهمية الحاجة، فأنا بلزم نفسي بالموضوع ده. طيب، عندنا كمان logical deduction، يعني تأكيد أو استنتاج منطقي. يعني واحد مثلا إيه؟ هو لازم يكون كده أو أكيد يكون كده. يعني مثلا حد ما جاش الشغل، فهنقول إيه؟ he must be tired after working all day. أكيد يكون تعبان. he must be tired. أو ما أقول مثلا إيه؟ this must be correct. أو this must be the correct answer. دي المفروض تكون الإجابة الصح. يعني ده هنا هي بعمل إيه؟ هنا بستنتج حاجة منطقية. ده لازم يكون كذا. يبقى احنا عندنا بنستخدم must في كذا حاجة. التعبير عن الضرورة، حاجة دي مهمة، أو إلزام شخصي إن أنا بلزم نفسي بحاجة، أو إن أنا بقول إن الحاجة دي منطقية أو أكيد إنها تحصل. يعني مثلا إيه؟ لما اقول لحد مثلا انت شاطر قوي you must be a doctor، شكلك دكتور. او مثلا اقول له ايه؟ اقول له مثلا خلي بالك انت كده هتتاخر، لما you must be late كده، وهكذا. اوكي، فاحنا نقدر نستخدم must في الكلام عن الضروره، او الكلام عن البيرسونال اوبليجيشن، او لما اتكلم عن حاجه منطقيه او استنتاج منطقي عن حاجه. أشوفكم المحاضرة الجاية.